ازيك يا خالة ام محمد عاملة ايه؟ تمام يا ابني، الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ نشكر ربنا يا خالتي. طبعا انت اكيد عارفة انا جايلك عشان ايه. اكيد يا ابني، كل سنة وانت طيب. رمضان جرب وعاوز تلم فلوس الزينة زي كل سنة. بس السنة دي يا خالتي هنبحبح القرشينات شوية. انت طبعا عارفة الزيادة اللي في الاسعار، والاسعار كلها رافعة، فاكيد الزينة كمان هي التانية غالية. عارفة يا ابني، عارفة. شكرا يا خالتي، كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا حبيبي، ربنا يخليك ويحافظ عليك. بقول لك ايه يا احمد؟ خير يا محمود، في حاجة؟ لا مفيش يا صديقي، احنا بس جمعنا قرشين حلوين عشان زينة رمضان، فكنت عاوزك تيجي معايا كده ونلف ونجيب زينة حلوة كده ونزين المنطقة عشان رمضان خلاص على الباب. عاوزين نفرح يا صديقي بالعيد. مفيش مشكلة يا صديقي، يلا بينا نروح مع بعض. يلا يا غالي. الله، ايه الزينة الجميلة الحلوة دي؟ احنا لسه شفنا حاجة، دي البداية يا صديقي. كمل معايا بس وهنشوف وهنلاقي حاجات حلوة كتير ان شاء الله. انا اول مرة اطلع اشتري زينة. انا عاوزك كل سنة تبقى تاخدني معاك نجيب الزينة سوا. بس كده يا صاحبي، ده انا مش ببقى الاقي حد يطلع معايا. تحس ان الناس مش مهتمة زي ما انا بهتم كده. ازاي يا عم؟ ما انا موجود في وشك على طول، وابقى قول لي وانا اجي معاك. شايف الشكل ده جميل جو قد ايه؟ اه، منظره تحفة. والله المنظر ده هيعمل شغل جنان. يا عم اسكت، انت ذوقياتك مش قوي. لا بجد، منظره تحفة. طيب شايف ده؟ ايه رأيك في ده؟ جميل، جميل قوي. نكمل لحد اخر الشارع ونشوف. وبصراحة المكان دوتي مليان حاجات كتيرة وبيخلي العينين تزوق كتير. اكتر حاجة بتتعبني لما اقعد اختار من وسط حاجات كتيرة، كلهم بيبقوا احسن من بعض وعاوز اشتريهم كلهم. اللي معاه فلوس يا صاحبي يشتري. بعد ما فرجناكم على زينة رمضان، بنقول لكم متنسوش تزينوا شوارعكم. أكيد طبعا. يا أصحابي، لما بتزينوا شوارعكم بتفرحوا بالعيد وبتحسوا بيه. اه طبعا كلنا هنزين شوارعنا عشان نحس بالعيد ونفرح بيه.